يسعد مساكم كل خير. طبختنا الثانية بسوي كرات بطاطس بالدجاج، راح نسوي لها صوص بشاميل. خليكم معي نشوف الطريقة. يسعد. أول شيء عندنا البطاطس هنا سلقتها وهرستها مضبوط لين صارت ناعمة معي. عندي ملح وفلفل أسود، وعندنا جبن سايل نضيفه على البطاطس ونخلطهم مع البطاطس لين هذه حشوة الدجاج. طبعا حطيت في القلاية شوي زيت، نزلنا البصل، ننزل الجزر. هذه حطيت معجون ثوم وزنجبيل، بدأ يشقر البصل معنا والجزر. نضيف الدجاج. حطيت معجون ثوم وزنجبيل. هذه مقادير البشاميل. طبعا هذه طريقة سريعة وسهلة. المقادير هذه نحطها، راح اسجلها لكم بالوصفة. نحطها كاملة بالخلاط ونخلطها. بعد ما نخلطها نحط على النار بالقدر شوي زبدة، ننزل عليهم البشاميل لين يثقل معنا الخليط. الثقل والتخفيف يعني إذا ثقيل معكم خففوا موية عادي. حطيت المقادير بالخلاط. طبعا الخلاط هذا أخذته من السيف صراحة، خلاط ما شاء الله تبارك الله. القوة 1600 واط حتى. حطيت بالقدر شوي زيت وربع اصبع زبدة. الحين ننزل البشاميل عليه. حطيت أول ما نحطه على النار نحرك باستمرار